حبايبي الحلوين، عاملين ايه؟ اهلا بيكم. لو اول مره بتشوفوني، انا دعاء ودي قناتي. النهارده بقى يا جماعه عاملين ملك العزومات، الرز المعمر الفلاحي. حاجه كده السهل الممتنع زي ما بيقولوا. ليه بقى؟ علشان هو آم، طبق يعني ليه وزنه كده على السفره، وبيبهر كل الضيوف، وحقيقي بيبقى طعمه حلو جدا جدا، وفي نفس الوقت ما بياخدش مننا حرفيا 10 دقايق في تحضيره. حاجة كده سهلة ولذيذة وتحفة جدا. بصوا جماله عامل ازاي. الرز بقى مليان كده خير، وفي قشطة بقى وسمنة بلدي، وكمان زي ما انتوا شايفين كده مش معجن معايا، ولونه حلو وطعمه حلو وشكله حلو جدا، ويفتح النفس جدا جدا جدا. وزي ما قلت لكم مش بياخد اي وقت خالص، وبيطلع النتيجة بتاعته خرافة، وحقيقي بيعجب كل الناس الموجودة المعزومة عندك. يلا نصلي ونسلم على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، ونشوف المقادير والطريقة بتاعت وصفتنا النهاردة. أول حاجة عندي 3 كوبايات من الرز، أو 4 كوبايات كمان من الرز. وعندي 2 كيلو من الحليب، وأنا غليت الحليب ده من بالليل، وبعد كده أخدت القشطة بتاعته اللي موجودة في الطبق ده. وعندي كوباية كبيرة من كريمة الطهي. كريمة الطهي ممكن تستغني عنها، يعني مش أساسي، بس هي حقيقي بتدي طعم غني أكتر للطبق بتاعي ودسامة كده، وبتنقله كده في حتة تانية خالص. يلا نبدأ مع بعض بقى. أول حاجة بجيب الحليب بتاعي وأحطه على النار، وأنزل عليه بكوباية الكريمة بتاعتي، وكمان بعد كده بحط عليه الملح والفلفل. حطي الملح زي ما بتعملي الرز العادي بتاعك. طبعا الرز بيحب ملح زيادة شوية، يعني لما تدوقيه كده تحسي بطعم الملح في بقك. والفلفل الاسود مش كتير علشان بس ما يغمقش لونه. بس كده، وتديله بقى تقليبة، وتسيبيه كده لحد ما يسخن ويبدأ في الغليان. وعلى بقى ما الرز بتاعنا يغلي، وقصدي الحليب بتاعنا يغلي، نشوف بقى هنعمل ايه في الرز. لازم الحليب يغلي ويوصل لدرجة الغليان. طيب تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في الرز. اول حاجة بجيب بقى معلقة كبيرة كده حلوة، او معلقتين كبار كده من السمنة البلدي. رز معمر يعني سمنة بلدي يا جماعة. وانزل بقى عليه ب4 كوبايات الرز بتوعي، واقلب بقى في الرز ده مع السمنة، وعلشان الرز يفلفل معايا، ويبدأ كده ايه يخرز معايا كده ويبقى مفلفل كده، علشان ما يعجنش معايا لما احط عليه اللبن ويقفش كده، لا. وكمان علشان يبقى سخن سخن على سخن يديني مفلفل، ما يبقاش كابس كده ومعجون في بعضه. تمام. عايزه تستغني عن المرحله دي مفيش مشكله، ممكن تنزلي السمنه على البارد وتقلبي فيها الرز على البارد، وتنزلي عليها باللبن. بس انا بفضل كده، ما بياخدش وقت، بيستوي اسرع، وبيديني نتيجه حلوه جدا. اهم حاجه ان انا اقلب فيه بس لونه ما يتغيرش، يفضل ابيض زي ما هو، مجرد بس ان هو يسخن معايا ويفلفل معايا. الطاجن بتاعي بكون طبعا مولعه الفرن، والفرن بتاعي بيكون سخن على درجه حراره 180، وانزل الطاجن في الفرن وهو فاضي ياخد درجه حراره الفرن، يبقى سخن معايا كده. واطلعه وانزل فيه الرز اللي انا سخنته زي ما انت شايفه كده، وارص الرز بتاعي بالشكل ده. وفي المرحله دي بيكون اللبن بتاعي خلاص داخل على الغليان. زي ما انتوا شايفين معايا كده اللبن اهو، شايفين الدخان اللي طالع ده، خلاص اللبن معايا سخن وقرب ان هو يغلي. زي ما قلت لكم مش ما ينفعش يسخن، لازم يغلي علشان ينزل على الرز بسرعة، يغلي مع الرز، والرز كمان سخن فيستوي معايا احسن، ويبقى مفلفل وطعمه حلو جدا. بس كده اللبن اهو غلي معايا، اروح على طول واخداه ونازله بيه على الرز. يا جماله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. زي ما انتوا شايفين كده، هنزل بقى بالحليب بتاعي على الرز بالشكل ده. يا جماله، شايفين الجمال؟ في اسهل من كده ولا اي حاجه. وعلى الرز المعمر ده على السفره بجد بيبهر اي حد، بتحسسي كده ان انت مهتمه وعامله وليمه وعامله سفره فاخره،
والموضوع كله بجد حرفيا ما بياخدش 10 دقايق. فرنك سخن زي ما اتفقنا، اديت كده للرز بتاعي تقليبة عشان بس ادخل الرز واللبن كده مع بعض كويس، وفرني سخن والطاجن بتاعي سخن، وبدخل الطاجن بتاعي على الرف اللي في النص في الفرن لغاية ما ياخد الوش او اللون بتاعه. قبل ما بدخله بقى نص كمية القشطة اللي عندي بحط نصها كده على الوش، وبسيب النص التاني هقولك هنعمل بيه ايه بعد كده. دخلته بقى الفرن يغلي في نص التسوية بالظبط، بعد ما بفتح عليه كده بيبدأ خلاص يتشرب زي ما انت شايفة بالشكل ده معايا، اتشرب كويس اهو وخلاص داخل على التسوية وهيبدأ ان هو يلون. في المرحلة دي هحط بقى بقية القشطة اللي معايا. ليه بقى؟ القشطة لما بتحطيها دلوقتي بتسيح بقى كده على الوش، بيبقى اجزاء منها كده باقية، بتدي لون حلو قوي 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 للرز، وكمان طعم خرافي. لما بتيجي تقطعي كده بالمعلقه بتلاقي حتت القشطه كده طالعه معاكي، بتبان الدسامه، بيبان ان هو غني جدا وان انت يعني بقى صارفه ومكلفه وكده، فبيبقى حلو جدا جدا. على عكس ما بتحطيه في الاول وبتسيبيها بتسيح ومش بيبقى ليها اثر قوي، لكن هنا بيبقى ليها اثر واضح، وبيبقى كمان شكلها باين كده في الطاجن، وبيبقى في اجزاء كده منها لسه قاعده. لما بتيجي تاكلي كده بتشوفي القشطه على الوش، بتديكي كده ايه يعني طعم خطير وشكل كمان حلو قوي. زي ما انتوا شايفين كده، بصوا الجمال، بصوا الطاجن بعد ما طلع واستوى، وزي ما قلت لكم كده بواقي القشطه شوفي ظاهره ازاي على الوش، هي اللي مدياني اللون الحلو قوي ده والشكل الحلو ده، وكمان طعم غني جدا 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 وحقيقي في منتهى الروعه والجمال. شوفوا كده وانا بقطع بقى في الرز، يا سلام، عايزه اقول لكم بجد خرافي، حاجه كده يعني رهيبه. بصي كده، بصي حتت القشطه والرز ده عامل ازاي ولونه عامل ازاي وشكله، ولا طعمه بقى يا جماعه مش قادره اقول لكم طعمه قد ايه جميل وتحفه. بص كده وانا بقطع بالمعلقه قد ايه تحفه ودايب دوبان ومش معجن زي ما قلنا، ماسك نفسه او متماسك وقطعه زي ما انتم شايفين كده، وفي نفس الوقت لما بتاخدي كده تاكليه بيلا مفلفل في بقك وحلو قوي قوي قوي. جربوه وصدقوني انا واثقه انه هيعجبكم جدا جدا جدا. يلا لايك وشير وسبسكرايب وفعلوا الجرس علشان يوصلكم كل جديد من وصفاتي على القناه. ولو عايزين اي وصفه قولوا لي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم، وهستنى تعليقاتكم وتطبيقاتكم لان بجد رايكم بيهمني جدا وبيفرق معايا جدا جدا. ويلا باي باي، ونتقابل في فيديوهات جايه كتير مع بعض ان شاء الله. باي باي يا حبايبي.